عندك بقى كانتالوب وماسخ وطعمه مش حلو خالص ومش عارفة تعملي فيه ايه، تعالي هنا على طول وانا هقولك تعملي بيه ايه. هتعملي بيه وصفة تحفة بتشتريها غالية، هتبقى كمان عندك ادمان انتي واولادك. بس في الاول ما تنسيش اذا عجبتك الطريقة تعملي لايك وشير وتصلي على النبي، ويلا نسمي بالله. انا هنا كان عندي ايه، كانتالوبتين كده خلاص بقى طعمهم مش حلو خالص وما كانش مسكر، فقطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قسمتها. ودي اسهل طريقه بقى تنضفي بيها الكنتالوب، سهل جدا وبسيط بالشكل ده بالمعلقه. كمان هسيبلك تطبيق حلو قوي في الكومنتات تحت او في البايو، حملي بقى من عليه الافكار ووصفات الاكل وكل حاجه انا بقدمها لكم بس بدون نت. بتحمليه اول مره بنت وبيبقى معاكي على طول، هسيبهولك في الكومنتات او في البايو. بعد كده بقى نضفت الكنتالوب بتاعي، ينفع بالكنتالوب بالاناناس بالشمام اي حاجه. قطعيه بالشكل ده بقى كده، وبعد كده هقولك هنعمل بيه ايه. بجد الطريقه دي سهله جدا وكمان حلوه قوي 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 وهتعجب ولادك بالشكل ده كده. طبعا بقى خلاص هنبتدي نقطعه زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت بقى تقولوا لي من اي بلد بتشوفوني، انا هند ومن مصر. بعد بقى ما قطعته كده حطيته، وطبعا الكميه زي ما انت عايزه تكتري عايزه تقللي براحتك. حطيته بقى كده في كيسه وحطيته في الفريزر، سبته لمده 3 ساعات. اول ما جمد جبته وحطيته كده في الكبه، تقدري تعملي الخطوه دي في الكبه او في الخلاط براحتك اللي موجود عندك. بعدين نزلت عليهم بمعلقتين كبار من السكر البودر، وكمان كيس من الكريم شانتيه. تقدري تستخدمي الكياس او السايب براحتك. حطيته كده بالشكل ده، ونزلت كمان بربع فنجان من اللبن، ويكون اللبن معانا ساقع طبعا. وهو متجمد بناخده نضربه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الكبة. هنضربه بقى شويه كده لحد ما يبقى معانا القوام، هوريهولكم دلوقتي عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بجد سهله جدا جدا وما بتاخدش وقت، وكمان طعمه وكمان من غير بقى مواد حافظه ولا اي حاجه. حاجه كده انت عاملاها لاولادك في البيت ونظافتها، وكمان من غير مواد حافظه. خلاص كده تمام. هجيب العلبه بتاعتي وافضي بقى فيها كده بالشكل ده. بس انا نسيت احط اللون وانا بضربه، فهحط اللون دلوقتي وابتدي بقى ان انا ايه اقلبه كده. يعني المفروض ان انا احط له اللون اخضر علشان لونه مش اخضر قوي. فحطيت له نقطتين كده، وابتديت بقى بالعصايه الشيش طاووق كده اقلبها. وبعدين هحطها في الفريزر مش اقل من 3 ساعات. وبعد كده بقى هنجيبها وبألف هنا، صدقوني طعمها يجنن. كمان حلوة قوي وحلوة في الحر اللي احنا فيه ده. اعملوها لولادكم، وتقدروا تعملوها بأي نوع فاكهة عندكم مش شرط الكنتالوب. بس الفكرة كلها ان لو الكنتالوب بتاعك مش مسكر تقدري تستغليه بدل ما خسارة ترميه. شايفين الجمال؟ سهلة جدا وبسيطة. متنسوش بقى لو عجبتكم الطريقة تعملوا لايك وشير، وكمان تقولوا لي ايه رأيكم ومن اي بلد بتشوفوني. ودمتم بخير.